أهلا وسهلا بكم إخوتي على قناة أخوكم أبو مرام ضمن برنامج يسمى حديث أبو مرام. اليوم نحن ضيوف عند الأستاذ أنور. الأستاذ أنور غني عن التعريف. حديثنا اليوم حيكون حول كيف ومتى يستطيع ولي الدم أو المتضرر من المجرمين والقتل والشبيحة رفع دعاوى أو الإدلاء بشهادته القانونية أمام المحاكم الأوروبية وعلى رأسها المحاكم الألمانية. اهلا وسهلا فيك استاذ انور. استاذ انور طبعا غني عن التعريف. الاستاذ انور يعني سيد من عمل بمجال ملاحقه المجرمين والشبيحه والقتله. كلنا يعني نلنا حقوقنا ولاحقنا المجرمين والقتله والشبيحه عن طريق الاستاذ انور. اليوم حديثنا حيكون حول جزئيه كيف ومتى يستطيع ولي الدم ملاحقة أو رفع دعاوى قضائية حول أي مجرم أو أي شبيح أو أي قاتل تسبب بقتل المدنيين بالجغرافيا السورية. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية أستاذ أنور. طبعا حديثنا اليوم إمتى بيستطيع ولي الدم أو المتضرر أو المعتقل حينما يتعرف على سجان أو على مجرم أو على قاتل أو على من شارك بالقتل، كيف أنا كولي دم بدي أوصل للمحاكم الألمانية عن طريق من، كيف ومتى؟ تفضل أستاذ أنور الميكروفون. يعني أي ضحية هو لازم يوصل للعدالة، أكيد، وحقه يوصل للعدالة، وحقه ياخذ تعويض عن ضرر اللي حصل له. لكن المسألة تتعلق وين وإيمت. في ضحايا ما قادرين يحققوا عدالة هلا بأوروبا لأنه المجرمين لسه بسوريا، لأنه ما قادرين نوصل لهم. وفي ضحايا نحن قادرين نحقق عداله اذا كان مجرم موجود باوروبا. كثير تجي معلومات عن مجرمين موجودين باوروبا، لكن للاسف تجي معلومات ما بتكفي معلومات لبناء قضيه، يعني ما بتكفي نعرف انه هذا الشخص ارتكب الجرائم بهالمكان لحتى نبني قضيه. بحاجه شهود او ضحايا تعرفوا عليه كانوا ضحيه اجرام له، وهدول مدنيين، يعني العسكري بيقاتل بسوريا، بيقاتل عسكريين، لكن ايمتى بتصير جريمه؟ وقت بيقتل مدنيين، وقت بيعذب، وقت بيغتصب، وقت بيعتقل. وبالتالي وقتها نقدر نحن نلاحق المجرم، اذا كان موجود باوروبا نقدر نلاحقه، والضحيه بصير حقه يقدر يوصل للعداله هون، ما ننتظر لوقت نرجع على سوريا. وقت نرجع على سوريا كل الضحايا لازم يوصلوا للعداله، واكيد راح يوصلوا للعداله أكيد إن شاء الله. والمجرمين كلهم بدون استثناء راح يواجهوا العداله وراح يكونوا وراء القضبان. لكن امكانيات اوروبا هون محصوره بموضوع مجرمين الحرب والمجرمين الانسانيه. فاي ضحيه، مو بس ضحايا، اي شاهد على جريمه هي ارتكبت بحق مدنيين كمان، هذا فينه يوصل لحق الضحايا. كيف الطريقة أنا كشاهد على سبيل المثال؟ بالبداية فقط أريد أن أنوه إخوتي بأنه رقم مكتب الأستاذ أنور حيكون بأسفل الشاشة من بداية الفيديو حتى نهايته، لا يتسنى لأي شخص يريد بالإدلاء بشهادته أو رفع دعوى قضائية كولي دم أو متضرر يتواصل مع الأستاذ أنور. يعني إذا أنا كيف بدي أدلي بشهادتي؟ يعني ممكن ضحايا أو الشهود على الجرائم اللي المجرمين موجودين بأوروبا يتواصلوا معنا، أو مع أي منظمة تشتغل بهالأساس، مو بس نحن الوحيدين. يعني هلا موضوع اللغة ممكن أنا يعني اللغة أكيد بدفعني إني أتواصل. لا، معنا منظمات سورية عم تشتغل على نفس الموضوع، ففيهم يتواصلوا معنا أو مع أي منظمة سورية تشتغل على نفس الموضوع، وبالتالي نحن بنوثق شهادتهم، بنشوف مين في أدلة ثانية. طبعا شاهد واحد أو ضحية واحدة ما قادر يبني ملف، لأنه ممكن أي حدا يجي أنا أدعي ضدك أنك أنت سويت هالقصة بسوريا، وبالتالي بحاجة أدلة أخرى، شهود أو ضحايا آخرين، وأدلة إذا موجود أفلام أو فيديو أو صور أو مراسلات صوت أو مراسلات واتساب، كله بيخدم إثبات الجريمة. فبتواصلوا معنا، بيبعثوا لنا المعلومات اللي عندهم، بنوثق شهادتهم، ونبدا نحن نجمع اذا في شهود اخرين او ادله اخرى، ووقتها بنقدر نوصل كل هالمعلومات للمدعي العام يلي هو يباشر تحقيقاته نفسها، بيباشر هو تحقيقاته المستقله ليوصل لنفس النتيجه اللي وصلنا لها نحن، وبعدها ممكن توقيف الشخص ومحاكمته. وبالتالي في بروسيس، عمليه بتمشي
تبدا من بدايه انه الضحايا او الشهود يتواصلوا معنا ومع جهه حقوقيه عم تقوم بهالفعل، هي بتبدا تمشي بالمسار لحتى تجمع الادله وتبني ملف وتقدمه للمدعي العام. اذا الشهاده الاوليه المبدئيه بتكون ضمن مكتب الاستاذ انور، لدى مكتب الاستاذ انور. للعلم هناك بعض الشباب الاخوه الاخصائيين متواجدين يعني بمكتب الاستاذ انور، طاقم يعمل في خدمه اولياء الدم والمتضررين. اذا تبدا الخطوه الاولى بادلاء الشهاده المبدئيه الاوليه بمكتب الاستاذ انور، ومن ثم مكتب الاستاذ انور بيبدا خطواته العمليه برفع دعاوى قضائيه. طبعا حينما تكتمل مقومات رفع دعوى قضائيه. طبعا المساله ما بتتعلق بس بألمانيا، بكل أوروبا يعني حتى ان شخص مقيم بفرنسا بامكانه يتواصل او حتى لو المتهم موجود بألمانيا، بالسويد، بالنرويج، بهولندا، ببلجيكا، مع اي بلد نحن عندنا قدره نبني ملفات باي بلد اوروبي ممكن يحاكم المجرمين. اذا اللي فهمناه بانه تستطيع مقاضاة أي مجرم أو أي قتل مدني أو تسبب في مقتل مدني أو اعتقل مدني. القضية ملاحقة المجرمين والقتل من قتلوا وتسببوا في قتل المدنيين. يعني في العراق العسكري عسكري مقابل عسكري، هذا لا يعتبر جرائم حرب، لا يعتبر جرائم جنائية. أستاذ أنور، أنا اللي بعرفه بأنه في نوعين من المحاكم موجودة على الجغرافيا الأوروبية. المحاكم الدولية، محكمة الجنايات الدولية، أكيد هي صعب نحن نوصل لك. مو صعب، مو لأنه صعب، هي ما مختصة بالوضع السوري، ما مختصة. إذا فرصتنا الوحيدة نحن يعني كمتضررين أمام القضاء الدول الأوروبية، حسب أمام القضاء الأوروبي، يعني محاكم الجنايات الأوروبية حسب الاختصاص العالمي اللي بتحمله بالنظر بالقضايا اللي خارج أراضية، إذا كان المتهم موجود على أراضية أو تتعلق بالتعذيب. طب شو هو القانون اللي أنا بيخولني تحت أي قانون؟ أنا اللي بيخولني كولي دم بدي أقاضي شخص ارتكب جريمة خارج الجغرافيا الأوروبية. هي الاختصاص العالمي اللي عم نحكي عنه، هو اللي بيعطي القضاء الوطني صلاحية ملاحقة هذا النوع من الجرائم. كل الدول الأوروبية اللي موقعة اتفاقيات جنيف، هي بنص اتفاقيات جنيف الخاصة بجرائم الحرب ملزمة بمحاكمة الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم الحرب. وبالتالي كل موقع اتفاقية مناهضة التعذيب أو مناهضة العنف الجنسي أو مناهضة الإخفاء القسري، اتفاقيات دولية، كل دولة موقعة على اتفاقية، وطبعا أوروبا كلها موقعة على اتفاقية، مجبر يحاكم يلاحق المجرم اللي ارتكب هذا النوع من الجرائم على إذا كان موجود على الأراضي. وبالتالي هذا اسمه الاختصاص العالمي اللي بيسمح للقضاء الوطني الأوروبي بكل دولة يحاكم مجرمي الحرب أو مرتكبي جرائم العنف الجنسي أو العنف أو التعذيب أو جرائم ضد الإنسانية إذا كانوا موجودين على أراضيهم. فينا نعرف أستاذ أنور الجهة أو المنظمة القانونية الألمانية اللي من خلالها حضرتك يعني أو مكتبك بيتعامل معها؟ طبعا من خلالها بنرفع الدعوى القضائية. الضحية مو بس بيكون بيتمثل، الضحية لازم يكون معه محامي ألماني أكيد، ويمثله بالملف ويمثله بالوقت استجواب الشرطة وقت وصوله بالمحكمة. وبالتالي نحن نتعاون مع عدة منظمات بكل دولة أوروبية، في منظمة نتعامل معها. بألمانيا نحن نتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية لدستور حقوق الإنسان، يلي هن المنظمة اللي كلها محامين، وهن بيقدموا تبرعا طبعا دعما، بيقدموا محامين يمثلوا الضحايا ويكونوا معهم بالمحكمة ويسهلوا إجراءات الوصول للمحكمة وتقديم الشهادة له ويحموا حقوقهم بالمحصلة كمان. إذا يعني المدعي أو من يريد رفع دعوى عن طريق مكتب الأستاذ أنور لن يتكلف بتوكيل محامي، لن يتكلف بأي شيء. وهذه فرصة لكل أولياء الدم ولكل المتضررين في أن ينالوا حقوقهم التي لم يستطيعوا أن ينالوها لدى يعني دولهم. أنا بدي أقول هالمجرمين عايشين وعم يقوا على خوفنا. بالضبط. كل ما كنا خايفين منهم كل ما هن بيقوا بيزيدوا إجرامهم مشان يزيدوا خوفنا. ما بينكسروا هدول المجرمين لنكسر، مثل ما الشعب السوري كسر حاجز الخوف بال 2011، هالمجرمين ما بصيروا وراء قضبان لنكسر حاجز الخوف منهم.
في ثمن بدنا ندفعه، لكن هذا الثمن دفعه الشعب السوري من 2011 حتى الان، عم ندفع اثمان هائله، لانه لسه في ناس بتخاف ولسه في ناس مرعوبه، وهذا ماني عم اتهم الناس بالخوف. الخوف شيء طبيعي، مساله طبيعيه، لكن بدنا نتخلص، بدنا نكسر خوفنا. وهدول المجرمين كل ما كسرنا خوفنا كل ما بيصغروا، كل ما هن بصيروا ضعفاء بحجمهم الطبيعي. كل ما خفنا منهم كل ما بيكبروا بصيروا اقوياء، وكل ما نحن كسرنا خوفنا كل ما بيصغروا بصيروا ضعفاء. اذا بيبدا الخطوه الاولى بكسر حاجز خوفك ايها المتضرر يا ولي الدم، ايها المعتقل. كسر خوفك، كسر حاجز الخوف اولا، ومن ثم التواصل مع مكتب الاستاذ انور، ومن بعدها تاخذ الامور اجراءاتها القانونيه. الاستاذ انور غني عن التعريف. للعلم لمن لا يعلم، الاستاذ انور محامي حقوقي قانوني، وايضا معتقل سياسي سابق بسجون النظام الاسدي. يعطيكم الف عافيه والف الف شكر لك استاذ انور. نتمنى هذا الفيديو وانت سيد يعني كمان المتضررين واهالي الضحايا واولياء الدم اللي صحيح. كسرت حاجز الخوف الحمد لله من اوائل الناس. الفضل لك، والفضل لك انت. للعلم انا يعني احد الشخوص اللي رفع دعاوى، والحمد لله نلت حقي من خلال الدعاوى اللي رفعتها من خلال مكتب الاستاذ انور. وكان الاستاذ انور اول المشجعين الي، هو من ساعدني بكسر حاجز الخوف اللي كان مقدمه لرفع دعاوى قضائيه بحق المجرمين والشبيحه والقتله. الله يعطيكم الف عافيه، الله يعطيك الف عافيه. بتمنى هذا الفيديو ينتشر على اوسع نطاق حتى يصل لكل المتضررين بكل الجغرافيا الاوروبيه. القانون الاوروبي بخولك، بيسمح لك ايها المتضرر يا ولي الدم ان ترفع دعاوى قضائيه ضد مجرمين بيعيشوا على الجغرافيا الاوروبيه وارتكبوا جرائم خارج جغرافيه اوروبا. فرصه يا اخوه، يا متضررين، يا ابناء شعبي، فرصه ان نلاحق هؤلاء المجرمين والقتله. تحياتي، والله يعطيك الف عافيه والف الف شكر لك. وان شاء الله مع انتصار قادم في ملاحقه ان شاء شبيحه الله نحاكمهم بالشام ونحاكمهم بسوريا ان شاء الله. باقرب وقت. وهذا هي الامنيه الكبرى، انه تتحقق العداله في بلادنا. ان شاء الله. تحياتي والف الف شكر لك. شكرا استاذ.